هو ليه ممكن حد يرفضني فالاقي نفسي متمسك بيه اكتر على الرغم ان ممكن يكون متوقع انه العكس هو اللي يحصل؟ خلينا كده نقول شويه حاجات علميه بتحصل جوانا بدون وعي تخلينا نعمل كده. اول حاجه، الشخص اللي هو انكونسيستنت، اللي هو مش ثابت، ممكن تلاقيه بيظهر وبيختفي ومش متواجد كتير قدامك، بيخلق عندك حاله من الترقب. الشخص ده لما بيظهر فجاه وتلاقيه بيعاملك حلو، بيهجم عليك هرمون الدوبامين بنشوه كده، وتحس ان انت مبسوط زياده جدا عن العادي. لو سألت نفسك، الشخص اللي بيكلمك كل يوم متوقع انه يكلمك بتنبسط بيه اكتر، ولا الشخص اللي مش متوقع خالص وفجأة تلاقيه بيكلمك؟ كل ما الشخص ده بيعمل عندك حالة من الترقب ودوبامين، تبقى مبسوط بزيادة جدا فمتمسك بيه اكتر، برغم انه في كل مرة ما بيكلمكش ده كده بيرفضك. الحاجة التانية هي فكرة تشوه معنى الحب بالنسبة لي. ممكن يكون ده من وانا صغير من زمان، او ممكن اتلخبطت معنى الحب بالنسبة لي دلوقتي، وكني بخلط المشاعر اللي انا كنت لسه بتكلم عليها اللي حسيتها قوي دي، هي ده حب ولا ده اصلا اشبه بحاجه بتسميها الاوبسيشن، الهوس بالشخص، اني ابتدي انا فرحان قوي ان هو كلمني واسميه ده حب، وهو ما بقاش حب ولا حاجه. ده احنا بس زي ما كنا بنحكي في الخطوه الاولى، مجرد ترقب ودوبامين ولخبطه هرمونز هي اللي خلتني احس الاحساس ده. فالتاني حاجه بتكون تشوه معنى الحب. الحاجه الثالثه، الشخص ده بتخليني من بدون وعي ببذل معاه مجهود كبير قوي، هو الشخص ده تعبني، فكأني بستخسر المجهود المبذول وبقى عايش على امل انه ممكن يتغير، فاستخسر المجهود فافضل متعلق بيه اكتر. الحاجه الرابعه، ان الابحاث اثبتت انه الرفض بيحفز في المخ الاجزاء اللي ليها علاقه بالادمان واللي ليها علاقه بالحصول على الجوائز، ويحفز جواك حاجات تخليك عايز تبذل مجهود اكبر عشان تحصل اللي انت عايزه. فبيبقى يتحول الموضوع بالنسبه لك ان انا جول وهدف وعايز اوصل له وخلاص. طب ايه الحل بقى؟ الحل انه اغير وجهة نظري، باني ثقتي في نفسي بدل ما هي كان هترجع بان الشخص ده هيبقى راضي عني وهيكلمني و ثقتي في نفسي هترجع لما ابعد عن الشخص ده. فما اربطش ثقتي في نفسي بالشخص ده هيعاملني ازاي، لا، ثقتي في نفسي دي موضوع بتاعي انا ومسؤوليتي انا اللي هشتغل عليه لوحدي. الحاجة التانية، كلمة سر في الوعي. وانا داخل اي علاقة جديدة ابقى متأكد ان انا ايه هو مفهوم الحب بالنسبة لي، ابقى عارف احتياجاتي في العلاقات، ابقى عارف ازاي بختار شريك حياتي. وده تعمله عن طريق حاجات كتير، ممكن تقرا حاجات، تقرا ابحاث، تقرا كتب، ممكن كورسز زي اللي بيقدمها كورس مستر مس رايت عندنا، 1 تو 1 كوتشنج سيشنز، حاجات بتخليك مستعد. هو انا لما اخش في علاقه ايه اللي هبقى قابله وايه اللي رافضه؟ تاخد بالك ساعتها عشان ما يتلعبش عليك العاب نفسيه تخليك متمسك بناس بتاذيك اكتر ما هي بتفيدك.